حاجة مهمة وبعد شوية بتلاقي نفسك سرحت وتفكر وبعد كده معرفتش تكمل اللي شغال فيه؟ ما بيكونش فيه سبب لده، بس بنبعد عن اللي بيعمله من غير ما نحس، ومش بنعرف نرجع نركز تاني. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن قلة التركيز وتشتت الانتباه بكل تفاصيله، وهنعرف ايه أسبابه والحلول الممكنة عشان نقدر نرجع نركز تاني ونوجه تفكيرنا في الطريق اللي احنا عايزينه. وهنتكلم كمان عن الطلبة والامتحانات، لأن الفترة دي بالذات التشتت بيكون مضاعف. بس ما تقلقوش، في خطوات بسيطة تقدروا تطبقوها من النهاردة وهتفرق معاكم جدا. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا تقريبا معظمنا محتاج يعرف إزاي يتعامل مع التشتت وقلة التركيز. جاهز نبدأ؟ أهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا. أنا جاهز جدا أبدأ معاك الحلقة لأن موضوعها منتشر جدا وكتير بيعانوا منه. في البداية ممكن توضح لينا يا كوتش إجابة لسؤال مهم: إيه الأسباب اللي ممكن تخلي أي حد يفقد تركيزه؟ في أسباب كتير وأغلبها مرتبط بطريقة معاملتنا والروتين اليومي في حياتنا، زي مثلا لما بيكون حد عنده أكتر من تاسك وبيحاول يعملهم كلهم في وقت واحد. الموضوع ده بيكون صعب جدا لأن أول حاجة الشخص ده مش بيكون منظم التاسكات دي، يعني يخصص وقت لكل حاجة، وكمان كل تاسك ليها خطواتها، وهنا هيتشتت إنه يعملهم بطريقة سليمة، هيسبب ليه ضغط عصبي وتشتت ذهني كبير. وما ننساش يا كوتش إن قلة النوم بتلعب دور كبير في الموضوع ده، لأن المخ وقتها مش بيكون مستعد إنه يشتغل أصلا، وده غير تغير المود. وده من العوامل البارزة واللي بتأثر بشكل مباشر على التركيز. خليني أضيف معاكي إن القلق والتوتر سببوا ضغط نفسي، وده بيساعد إن العقل يهرب من التفكير، وهنا بيفقد الشخص انتباهه وتركيزه في أي حاجة بيعملها. ومن ضمن الأسباب البارزة في الموضوع ده المبالغة في استخدام السوشيال ميديا، بمعنى إن السوشيال ميديا في الطبيعي بيكون ليها تأثير واضح في حياتنا، إنما الاستخدام المبالغ فيه بيخليه يتعود على السرعة وعدم التركيز، وده بيأثر بشكل كبير جدا على تعاملاتنا الحياتية. عارفة يا كوتش إن النقطة اللي ذكرتيها مهمة جدا؟ السوشيال ميديا بتأثر بشكل كبير جدا لأنها بتقدم لنا دوبامين سريع جدا، يعني المخ بيحب يكافئ نفسه كل شوية، فممكن يهرب من الشغل أو المذاكرة أو أي حاجة ممكن تخليه يفكر ويبذل مجهود لحاجة أسهل، زي إنه يتفرج على فيديو أو أي حاجة شبه كده يعني. في كمان بعض الناس بيعانوا من أسباب صحية ممكن تأثر على تركيزهم، زي الأنيميا أو نقص فيتامين د، أو ممكن يكون ADHD. يا كوتش، قلة التركيز مش بس بتأثر على نمط اليوم بتاعنا والروتين اللي بنتعامل بيه، سواء في الشغل أو المذاكرة، دي كمان ليها تأثير على علاقاتنا. يعني مثلا ممكن تكون قاعد مع حد عزيز عليك جدا وبتحبه، بس مش مركز معاه، فتلقائي الشخص ده بيفتكر إنك مش مهتم بيه، وده بيعمل مشاكل كتير. في فرق يا كوتش بين التشتت اللي بيجي من وقت للتاني، وده طبيعي يحصل في حالة لو في ضغط أو تعب، وبين التشتت المزمن اللي بيبقى نمط يومي ومش بيخلص، ولو استمر بالشكل ده ممكن يوصلنا لمرحلة الإرهاق العقلي ويؤثر على الحالة النفسية، زي الإحساس بالفشل أو عدم الثقة بالنفس. خليني كمان أوضح لمستمعينا أي أصوات سواء أشخاص أو notifications، سواء للفون أو أجهزة، ده اسمه مؤثر خارجي. أما أي صوت داخلي لأفكار جوانا، سواء قلق أو توتر أو حتى تفكير في موقف حصل وانتهى، ده يعتبر مؤثر داخلي. والمشكلة هنا إن ساعات بنفتكر إن السبب خارجي أو من بره، لكن ممكن يكون من جوانا. ممكن نكون بنهرب من إحساس معين أو في قلق داخلي طول الوقت. في نقطة مهمة جدا حابة إني أركز عليها يا كوتش، وممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها، وهو إن أسلوب التربية ممكن يأثر على تركيزنا. بمعنى أوضح، لو في حد اتربى في بيئة بيكون أسلوب الحوار فيها مقاطعة كتير، أو مفيش وقت كافي يعبر فيه عن نفسه، ده بيأثر على تركيزه لما يكبر. وكمان التربية اللي فيها ضغط وصوت عالي، ده بيخلي الطفل في حالة توتر وقلق
وبيخلي تفكيره مشتت أغلب الوقت. في نقطة كمان يا كوتش، إن أوقات كتير ممكن التعلق بالمشتتات بتكون وسيلة للهروب. يعني بدل ما أواجه بروح لطريق سهل يشغلني عن اللي المفروض أعمله. موضوع قلة التركيز وتشتت الانتباه فعلا كبير ويستحق الاهتمام، بس زي ما كلنا عارفين إن أي مشكلة وليها أكتر من حل. فعلا يا كوتش، وبالنسبة لموضوعنا النهاردة ليه حلول كتيرة. هبدأ بحل بسيط، وهو إنك ممكن تعمل تمرين تنفس كل ساعتين، تأثيره جميل جدا. أو تظبط تايمر لمدة 30 دقيقة أو 25 دقيقة تركز في التاسك اللي معاك، وخمس دقايق راحة. دي هتفرق معاك، وكمان هتنظم وقتك ومجهودك. وممكن كمان وقت الشغل أو المذاكرة تعمل ميوت، بس الميوت هنا مش للفون بس، لا لأي حاجة ممكن تشغلك عن اللي بتعمله. يعني تبعد عن أي مصدر بيخطف انتباهك وبتنجذب ليه. حاول دايما تبدأ يومك بحاجة تساعدك إنك تكون هادي ومركز أكتر. حاول كمان تبدأ تتعامل مع نفسك بطريقة ونظام مختلف، وتفهم إيه اللي بيشتت انتباهك علشان تقدر تعمل حصر بالنقط دي. الخطوة دي هتساعدك أوي، لأنك هتبقى وقتها فهمت هتقدر تتعامل مع الموضوع بالتدريج لحد ما يختفي. ما تضغطش على نفسك ونظم وقتك ما بين عمل مطلوب منك ووقت لراحتك من غير ضغط ولا توتر، لأن صحتك النفسية مهمة جدا. وطول ما انت مش بتتعرض لضغط هتقدر تركز أكتر وتنجز أسرع. طب في جانب مهم جدا لازم يكون معانا في حلقتنا النهاردة، وهو يخص طلابنا. احنا دلوقتي في فترة امتحانات، ففي اللي بدأ وفي اللي لسه هيبدأ، ومعظم الطلاب بيعانوا جدا في الوقت ده من توتر وقلق، وأكيد طبعا ضغط نفسي. وكل ده أكيد هيودينا لمنطقة قلة التركيز وتشتت الانتباه. ففي خطوات بسيطة جدا هتساعدهم في المرحلة دي. هبدأ بأول نقطة، وهي تقسيم الوقت. يعني مثلا أذاكر لمدة 30 دقيقة بتركيز كويس جدا، واخد من 5 دقايق ل10 دقايق بريك. فكرة تقسيم الوقت دي جميلة جدا وبتنجز في حاجات كتير. بنختار مكان هادي ونكون بنرتاح فيه وبيساعدنا إننا نركز، وكمان يكون بعيد عن أي تجمع عائلي أو أصوات خارجية ممكن تشتت انتباهنا. لازم في الوقت اللي بنذاكر فيه نبعد عن الفون تماما، لأنه مصدر كبير للتشتت. وعادي في وقت البريك تمسكه شوية، لكن وقت المذاكرة علشان تركز فعلا ويكون في نتيجة قوية لمجهودك لازم تبعد عن أي مصدر ممكن يشتتك. ولو حسينا إننا بنسرح كتير أو مش مركزين وتفكيرنا مشتت ممكن نتحرك نذاكر بصوت عالي. المهم غير وضعيتك أو المعتاد عليه وانت بتذاكر. وما ننساش طبعا إن النوم الكويس بيساعد جدا على التركيز، ونهتم قوي بالأكل والتغذية الصحية وشرب المية علشان نقدر نركز ونستوعب أكتر. التركيز مش حاجة بنكتسبها في يوم وليلة، بيحتاج تدريب وصبر. وكل ما كنت واعي بالحاجات اللي بتشتتك كل ما قدرت تتعامل وتسيطر عليها. خد وقتك وابدأ بخطوة صغيرة، لأن التشتت مش ضعف، ده رسالة من جسمك وعقلك إن في حاجة محتاجة تتظبط علشان تكون أفضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وانستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.